وصفة اليوم بتعجب اللي يعشقون الباذنجان مثلي، اللي هي باذنجان محشي مع خلطة اللبنة وطشة الثوم والكزبرة. استخدمت الباذنجان اللي هو حجم وسط. أغسله بعدين أشيل القمع اللي فوق وأفرغه من الداخل، وبعدين أدهنه بطبقة من زيت الزيتون وأرش عليه من الفلفل الأسود والملح. أدخله ممكن القلية الهوائية، ممكن قلي بالزيت، وممكن بالفرن أشويه. أنا استخدمت القلية الهوائية، تقريبا أخذ مني 20 دقيقة على حرارة 200 درجة مئوية. طيب الحين نجهز الحشوة. المقادير: راس بصل كبير مفروم ناعم، وزيت زيتون، ملعقة كبير معجون طماطم، ثوم مهروس، حبتين طماطم قطعتهم قطع صغيرة، ملح وفلفل أسود وبهار مشكل، وكوبين من الرز المصري غسلته ونقعته بماء حار مدة ساعة، دبس رمان وعصير ليمون وكزبرة خضراء. هذه هي مقادير الحشوة، ونبدأ بسم الله. حطيت بقدر عميق البصل وزيت الزيتون وقلبتهم، وبعدين أضفت الثوم وخليتهم يتسبكون. أضفت معجون الطماطم وأيضا قلبت، بعدين أضفت الطماطم وأضفت كوب ماء وخليتهم يتسبكون على حرارة هادية لمدة تقريبا 5 دقايق. وبعد 5 دقايق فتحت الغطاء وأضفت البهار والفلفل الأسود والملح وعصير الليمون ودبس الرمان، خلطتهم كلهم مع بعض مع تسبيكة الطماطم. بعدين أضفت الرز المصري المغسول والمنقوع، وممكن تسلقونه ربع سلقة. خلطت المكونات كلها مع بعض، بعدين تأكدت أنها اختلطت زين، سكرت النار وأضفت الكزبرة الخضراء مفرومة. الآن صارت الحشوة جاهزة. الحين أبدأ أحشي حبات الباذنجان وأرصها بالصينية. أهم شيء إنكم ما توصلوا للنهاية، خلوا تقريبا ربع حبة الباذنجان فاضية علشان الرز إذا تضاعف حجمه. رصيت الباذنجان بالصينية وجهزت التسقية، عبارة عن طماطم بالخلاط مع فلفل بارد، فلفل حار، الفلفل الحار اختياري، زيت زيتون، دبس رمان، عصير ليمون، ملح وفلفل أسود، مكعبين مرقة الدجاج اختياري، ومعجون الطماطم. أخلط المكونات هذه كلها مع بعض، وبعدين أصبها على الباذنجان المحشي. بعد ما انتهيت غطيت الصينية برق زبدة وقصدير ودخلتها الفرن على حرارة عالية، الشبك تحت من أسفل لمدة ساعة. بعد ساعة شلت القصدير وخليتها تتسبك ربع ساعة لين تثقل التسقية. أجهز طبقة اللبنة، عبارة عن لبنة وعصير ليمون وملح وفلفل أسود، وممكن نضيف ثوم وممكن نضيف طحينة سائلة. خلطت المكونات كلها مع بعض لين طلعت عندي بالشكل هذا. تركت الباذنجان المحشي يبرد شوي، بعدين حطيت على كل حبة من خلطة اللبنة. أجهز الحين طشة الثوم، حطيت زيت زيتون وثوم وكزبرة خضراء، قلبتهم مع بعض لين تحمروا، وبعدين صبيتهم فوق صينية الباذنجان. زينت الوجه بالصنوبر، دبس الرمان، ممكن تضيفون لي كزبرة خضراء. الوصفة يا بنات لذيذة لذيذة لذيذة، ما تشبعوا منها. حتى لو تخلونها بالثلاجة من بكرة تطلع ألذ، والطعم كذا متسبك. ضروري تجربون الوصفة هذه، جربوها بسخانات بعزايمكم. أنا متأكدة الكل بيسألكم عن طبقكم. صحة وعافية ربي مقدما على الجميع.